السلام عليكم. هنحضر مع بعض حبايبي السمك المكرل. السمك بتاعنا بيبقى بالشكل ده، هنضفه كويس قوي بالدقيق والليمون والملح. هضيف كده عليه شويه ميه واسيبه يتنقع حوالي ربع ساعه، وبعد كده اغسله كويس قوي. هحضر معايا خضار طماطم وبصل وفلفل وجزر، ومعايا كمان توم وليمون وخضره شويه شبت على كزبره. تمام، اقلب كده الخضار بتاعي كله في طبق، وفي الكبه بتاعتي هنزل بالثوم وكمان عليهم شويه من الزيت، ملح وفلفل وبابريكا وكمون، وهنزل كده بشوية من خلطة الخضار اللي عملناها مع بعض وشوية من الخضرة. هيبقى معايا كده خلطة مميزة. هنزل معلقتين على الخضار بتاعي اتبله بالشكل ده، وباقي التتبيله نعصر عليه ليمون كتير. هفرش الخضار بتاعي في الصاج او الصينيه اللي هستخدمها، وهبدا كده اعمل شقوق في السمك بتاعي وبالتتبيله الجميله دي جواها كده وفي الشقوق بتاعتها. اضيف كده قشر الليمون بيدي ريحه حلوه وشويه خضره وحبه زيت، فرن عالي وما شاء الله يطلع اطعم سمك ماكريل بخلطه مميزه. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.